ايه يا يورنتي ده، يا يورنتي ده، يا يورنتي ايه يابا، ايه يا حبيبي يا عم، مش عايز افاجئك بس يورنتي ده كان محطوط اختيار ما بينه وما بين فالفيردي، مين فيهم يقعد في ريال مدريد ومين يمشي، وتم الاختيار ان الحمد لله ان فالفيردي هو اللي يقعد ويورنتي اللي يمشي. الاختيار ده انا فرحان فيه لحد دلوقتي ومبسوط بيه لحد دلوقتي، حتى بعد الجول وحتى بعد اداء النهارده. اداء النهارده مع احترامنا الكامل ليورنتي فوق دماغي والله، هو سوء اداء من ليفربول دفاعيا مش اكتر. انت متخيل ان الفرقه دي بتلعب من غير الفاريز اللي هو نجم فريقها اصلا؟ انت عارف الفاريز كان لو موجود النهارده كان ايه اللي ممكن يحصل فيك في قلب ملعبك وانت متعادل لحد اخر ثانيه 2-2 من غير ما يبقى موجود اصلا؟ عارف ان انت عارف ان الحظ ماشي مع المدرب بتاعك، بس اللي انت مش واخد بالك منه ان دفاعك سيء جدا. معلش زود واحده كمان، سيء جدا. الكارثه الاكبر ان فيرنتينو بيريز عايز يجيب كوناتي من ليفر. انا يعني مش الواحد شايف اللي بيحصل، مش عارف ازاي احنا اصلا دفاع ريال مدريد لوحده كوارث، جايين نزود المشاكل الدفاع، ما كفايه ارنولد. الواد يورنتي مش طبيعي. انت متخيل ان يورنتي ده جايب في دوري الابطال 6 اهداف منهم 3 في ليفربول في الانفيلد؟ حاجه قمه الكوميديا يعني. هو تقريبا ده البرايم بتاعه قدام ليفربول.